ازيكم عاملين ايه؟ النهارده حلقه جديده من برنامجنا وبرنامجكم الكوره في القهوه. النهارده الوضع بس متغير شويه، كابتن ياسر اتاخر فاحنا قررنا ان احنا نبدا من غيره، مش هنستنى حد. اتفقنا ان مواعيدنا هتبقى واحده، فاتفقنا ان احنا هنكرر. ايه يا باشا؟ ايه انت اتاخرت واحنا عندنا مواعيد ملتزمين بيها فلازم نبتدي؟ انت اللي اتاخرت. انا اسف جدا، احنا متفقين على مواعيد طب وانت استنى بس اتاخرت. كده، اهدى. ماشي يا باشا، انا عايز يلا. الخمسينة بتاعتي. يلا يا باشا، خلاص. يلا. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم الكورة في القهوة. مش الكلام اللي كان بيقوله مهند ده. المقدمه بتاعتي احلى بكتير على المتن. الجمهور اللي هيقول. كده كده الجمهور ماشي. اللي هيقول. والنهارده هنتكلم فيه عن المجموعة الثالثة والرابعة والخامسة، وزي ما شفنا الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن المجموعة الأولى والثانية وحظوظ كل فريق فيها ايه، واتكلمنا سريعا وادينا فكرة عن الفرق. هنعمل كده مع الثلاث مجموعات اللي هنتكلم فيهم النهارده. حصل. تمام؟ يلا بينا. نبدأ بالمجموعة الثالثة. يلا. اوكي. عندنا مين؟ عندنا المجموعة الثالثة فيها بوكا جونيورز، صح. وفيها بايرن ميونخ. صح. صح. وفيها مين تاني؟ قول لنا انت فيها مين تاني؟ اوكلاند وفيها بنفيكا. صح. طيب نبدا عندك ولا ابدأ، عندي؟ لا ابدأ زي ما مشينا أول خلاص مرة، ماشي. نبتدي التاني. طيب. يلا يا باشا. هنبدا نتكلم عن بايرن. ماشي. طبعا بايرن يعني غني عن التعريف يعني. البايرن النهارده فنش الدوري مركز اول. نحب نبارك من برنامجنا هنا الكرة في القهوة لهاري كين على أول بطولة يحققها. أنا كنت فاكر هتقول لي محمد وليد، بس يعني يلا. يعني محمد وليد طبعا نبارك له يعني، بس مش الشخص اللي أنا همنشن، عايز هاري كين اللي يشوفني. فإن هو أول بطولة يحققها مع بايرن ميونخ. فهم فورمه كويسه. بيلعبوا دلوقتي بخطه 4-2-3-1. طبعا ابرز النجوم بتاعتهم كلنا عارفين، بنتكلم على موسيالا، بنتكلم على نوير، بنتكلم على هاري كين. فطبعا احنا بنتكلم في فريق كل الناس بتتفرج عليه. معدل الاعمار، بنتكلم في معدل اعمار مش صغير، حوالي 28 سنه، بس الى حد ما متوازن. القيمة السوقية بنتكلم في 660 تقريبا مليون يورو. اوكي. وطبعا ده حاجة بحجم البايرن حاجة محترمة جدا. البايرن احنا عارفين ان هو بيلعب كومباكت، بيلعب على الضيق وبيشغل الوينجات، بس مش بنفس الطريقه زي بانديه معتمده تماما على الوينجات. لا، هو بيخش من نص الملعب كتير. مشكله البايرن الكبيره طبعا في قلوب الدفاع، مشكله مش عارف هتتحل امتى. وده ما كانش البايرن على فكره، دي يعني مش حقيقة. عارف، حاجه غريبه جدا. دي حقيقة. ده كده البايرن. ماشي. طيب تعالى نروح بقى الأرجنتين، نسيب أوروبا شوية ونطلع على الأرجنتين. أنا واخد تقريبا تخصص أمريكا الجنوبية. اللاتينو. أمريكا الجنوبية وأفريقيا لحد دلوقتي. حلو. ماشي. تعال نروح لبوكا جونيورز. بوكا جونيورز هم بقالهم فترة وضعهم مش أحسن حاجة، بقالهم تقريبا 2 أو 3 سنين وضعهم متخبط جدا. هم دلوقتي طلعوا من دور الثمانية في الدوري بتاعهم. خلينا نشرح بس للناس سريعا. هم الدوري متقسم مجموعتين، 15 فرقة و15 فرقة. 15 دول بيلعبوا، الفرقة بتلعب 14 ماتش مرة واحدة، وبعد كده بيتحطوا الاثنين اوفرول على بعض، فبيجمع 30 فريق. 30 فريق دول اول 16 فرقه منهم بيلعبوا دور ال 16. انا مش عارف هم ليه عاملين مجموعتين، ما ممكن يعملوها مجموعه واحده، اول 16 يروحوا يلعبوا دور 16 على طول. بس ما علينا يعني. هم صعدوا ثالث شويه فزلكه مش بالظبط يعني هم صعدوا ثالث اوفرول من ال 30 فرقه. فالثالث دول هيأهلهم للكوبا ليبرتادوريس على طول. وبالمناسبه هم اول مره يلعبوا الكوبا ليبرتادوريس من 3 سنين او من 4 سنين. اخر مره من 2023. اوكي. فهم وضعهم مش احسن حاجه خالص. هم حتى لما صعدوا من ال 16 الاولانيين خرجوا من دور الثمانيه، يعني هم ما كملوش اصلا. فالدنيا مش متظبطه معاهم بقالهم فتره، ومش عارفين حتى يلعبوا الكره بتاعتهم شويه. هم بيلعبوا برضو الاسلوب الطبيعي عادي، اللي هو ال 4-3-1-2 او 4-1-3-4-2-3-1. عندهم شويه لعيبه خبرات غير كل الانديه التانيين، يعني ده تقريبا النادي الوحيد اللي عنده 4 أو 5 عناصر خبرات في الفريق. يعني هم عندهم سيرجيو روميرو الحارس، عندهم روخو، وعندهم كافاني. بس فتقريبا هم وعلى فكره مش هم كلهم، يعني في منهم ما فيش غير روخو تقريبا هو اللي بيلعب بشكل اساسي. او عندهم اندري هيريرا كمان اللي كان بيلعب في مانشستر يونايتد. فمعتمدين شويه على عنصر الخبره في الفرقه، بيحاولوا يجمعوا ما بين الاثنين، وبيحاولوا ان هم يقوموا تاني من اللي هم وقعوا فيه، بس لحد دلوقتي لسه مش عارفين يعملوا ده.
الخطه بتاعتهم واضحه وصريحه، هم بيلعبوا من على الوينجين وبيحاولوا يخلوا المهاجم دايما هو اللي في الصندوق، وهو دايما بيلعبوا عليه، هم الكره دايما هي اللي بتروح له، لازم يعدي عليه يعني. وبس لحد دلوقتي مش شايف ان هم الكره الارجنتينيه عامه الكره سريعه بالظبط، وهم مش عارفين حتى دلوقتي يلعبوا بالطريقه اللي هم كانوا بيلعبوا بيها يعني. بس ده اللي كان عندي على بوكا. الفريق الثالث اللي هنتكلم عليه دلوقتي بنفيكا. ماشي. زي ما اتكلمنا على بورتو، هتلاقي ان في حاجات كده قريبه من بعض شويه. معدل اعمار 25 سنه ونص، عشان نفس المدرسه اللي هو المدرسه زي ما بيقولوا كده استثماريه، هو بيلعب ان هو يبيع نجومه. بنفيكا خلص الدوري البرتغالي في المركز الثاني، هيلعب تشامبيونز ليج الموسم الجاي. بنفيكا السنه دي فايق، وبنفيكا بيلعب ماتشات حلوه جدا وجدا جدا في الشامبيونز ليج، كلنا شفناه قدام اليوفي وقدام برشلونه عمل ايه. هم بيلعبوا بخطه 4-3-3، هو الاهم النجوم عنده او اهم المراكز في الملعب نص الملعب والوينجين، وبيطلع بقى ده كنتيجه كاوتبوت. هتشوفه فين؟ هتشوفه في المهاجم بافليديس مسجل حوالي 29 جول في 52 ماتش، وده رقم محترم جدا 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 على لعيب يوناني وبيلعب في الدوري البرتغالي. ابرز النجوم طبعا بنتكلم في دي ماريا، وبنتكلم في اوتاميندي، وبنتكلم في بافليديس، وبنتكلم في اللاعب التركي كريم اكتوركوغلو. بيلعب ليفت وينج، ومقدم موسم من احسن المواسم اللي ممكن تشوفها لمركز الليفت وينج. من ناحيه الاسيستات والهجوم والمساهمه الهجوميه حاجه ممتازه جدا. القيمه السوقيه للفريق تقريبا بنتكلم في حوالي 363 مليون، رقم محترم جدا. الحاجه بس الاخيره ان الكباتن بتوعه اوتاميندي طبعا خلاص يعني تقريبا ممكن يبقى من اواخر مواسمه مع بنفيكا. الكابتن من ضمن الكباتن انطونيو سيلفا هو مدافع، استنوه الموسم الجاي او اللي بعده بالكتير في واحد من اكبر الانديه في اوروبا، عمره 21 سنه، وهو من ضمن الكباتن بتوع الفريق لثقه الجمهور والاداره والفريق فيه. وبنفيكا فريق هيبقى محترم جدا وهيقدم كره كويسه. هايل جدا. ماشي، خلينا نروح على اخر فرقه في المجموعه دي وهي اوكلاند سيتي. طبعا كلنا عارفينها ان هي بتلعب كل سنه كاس عالم الانديه، محدش عارف ليه، وهي اللي تقريبا هم الوحيدين اللي عارفين ليه. دي حاجه زي سياتل ساوندرز بالظبط يعني. خليني بس اقول لك حاجه واحده بس، ان الشامبيونز ليج بتاعهم هو بيبقى عباره عن 8 فرق. ده الشامبيونز ليج اللي هو بيصعد لكاس العالم. بالظبط 8 فرق، هم واخدين البطوله 13 مره، الفريق اللي بعديه واخدها مرتين. يعني انت فاهم هم فين؟ انا شفت المشهد ده فين. فالموضوع صعب جدا يعني هناك عندهم. وخلي بالك برضو يعني هم بيلعبوا كره هجوميه، لان ما فيش غيرهم هناك اصلا في الدوري النيوزيلندي بيخاف منهم او بيعمل لهم حساب. هم بيلعبوا كره هجوميه جدا، دايما على طول الكره بتبقى معاهم، بيحبوا يلعبوا استحواذ، بيحبوا كل ده. بس لما بيجي بقى بره بيقابل الناس اللي بره بيتفاجئ بقى بالوضع اللي هو لا احنا بعيد قوي يعني. نفس فكره الفرق بتاعتنا بالظبط. اعتقد نفس فكره الاهلي شويه في افريقيا، ان هو دايما بيلعب هو دايما اللي بيبقى هو الاكشن الضاغط، هو بالظبط، هو اللي معاه الاكشن دايما. بعد كده ما بيطلع بره بيتفاجئ بالوضع ان ايه اللي بيحصل، لا احنا مش عارفين ناخد وضعنا يعني. فاوكلاند كده ده برضو اقصى طموحه، ما اعتقدش ان هو عنده اكتر حاجه من كده يقدمها. لا يعني هو يكون انه وصل تمام يعني. بالظبط. دي حاجه سريعه عن اوكلاند كده، واعتقد ان احنا كده خلاص قفلنا المجموعه دي يعني. فممكن طيب. بس نحط توقعاتنا. ماشي. بيتهيألي الموضوع ما فيهوش توقعات يعني هو بايرن وبنفيكا يعني. بالظبط بس هو بقى الاختلاف ان انا متخيل لو بنفيكا كمل بنفس المستوى ممكن يبقى اول. لا يعني انا مش هحط مفاجآت في البطوله دي، انا هحط بايرن عادي اول، بنفيكا يعني. تاني. انا حاسس انها هتمشي بالوضع الطبيعي يعني، بايرن بنفيكا يعني. ماشي، خلينا نروح لرابع مجموعه. يلا ماشي. رابع مجموعه احنا عندنا فيها تشيلسي، ولسه الوضع غامض، مش عارفين مين اللي هيلعب مكان ليون المكسيكي. وقول لنا انت معاك ايه تاني في المجموعه الرابعه؟ والترجي وفلامينجو. اوكي نبدا بالترجي. يبدا يا باشا طبعا. العرب الوطنيه. الوطنيه زي لا انا قلت لك طبعا، انا سكت. الترجي خلص البطوله كالعاده، واخد البطوله يعني. اوكي تقريبا يعني.
الترجي بيلعب ب 4-3-3 تقليديه جدا بتاعه الترجي، بيعتمد على نص الملعب وان هو يمسك كوره ويلعب الوينجات، وده بيظهر في ارقام يوسف البلايلي. يوسف البلايلي هو هداف الفريق، بيقدم موسم حته ثانيه خالص، اعجازي، دي حقيقه فعلا جدا. هو من زمان هو في كانت حتة خساره ان هو لما رجع من الاحتراف. يوسف البلايلي بيلعب وينج ومع ذلك هو هداف الفريق، عشان ده بنتيجه طريقه اللعب اللي هم بيلعبوا بيها. اوكي. القيمه السوقيه لفريق الترجي بنتكلم في 20 مليون يورو، بقى الارقام اللي احنا نعرفها دي ارقامنا احنا بقى كده. انا هفاجئك بقى، انا عندي حاجه تقولها. انا عندي هعلي عليك. و المعدل الاعمار بنتكلم في 26 سنه ونص، وده معدل كويس. اوكي. كباتن الفريق ياسين مريح طبعا قلب الدفاع، وفي محمد بن حميده، وفي محمد امين توجاي، اللي هم برضو قلوب الدفاع ومع الترجي بقالهم كتير قوي. الترجي الى حد ما ثابت على مستوى، بدا يتحسن شويه عن المواسم الاخيره. اوكي. واظن هو ممكن يقدم بطوله مقبوله يعني. ماشي، حلو قوي. خلينا نروح على تشيلسي سريعا. انا مش هتكلم على طريقه لعب هويه، او هتكلم على لعيبه احنا كلنا بنتفرج على الدوري الانجليزي طبعا وكلنا عارفين لعيبه يعني، فمش هنروح قوي في الحته دي. انا عايز اقول بس كلمتين عن ماريسكا سريعا. ماريسكا خد الفرقه من تحت الانقاض زي ما بيقولوا، وابتدى ان هو بيعمل ابجريد في الفرقه بشكل او بطرق كتيره قوي. طبعا الناس واخده الفكره بتاعت تشيلسي ان هم كانوا بيشتروا كتير قوي فده الطبيعي ومش عارف ايه، بس معلش هو الكلام ده كان بيحصل من قبل ماريسكا، وستيل برضو الوضع كان كارثي في تشيلسي. فمش هتكلم عن قبل كده، انا هتكلم عن ماريسكا. وانا حاسس بس ان هو دلوقتي محطوط تحت ضغط، ان هو اتحشر في ماتشين هيبقوا هم الحسم بتاع الموسم بشكل ما. هو عنده الدوري الانجليزي هو في المركز الخامس، ولو خسر ممكن ما يصعدش الشامبيونز ليج السنه الجايه، ممكن ينزل مركز سابع وممكن يبقى مركز ثالث. فهو الوضع عنده هو بالظبط، هو عايز يكسب بايا كان. هو هيلعب يوم الاحد ماتشين بالموسم كله بالظبط. يوم الاحد ده الماتش بتاع الدوري الانجليزي، وبعد كده عنده يوم الاربع فاينل الكونفرنس مع ريال بيتيس. فالوقت مضغوط جدا، وبعد كده هيطلعوا يسافروا المعسكر بتاع كاس العالم للانديه. فالوضع مضغوط جدا. بس انا حاسس ان بشكل ما ان انا ميال لتشيلسي في انجلترا يعني. فشكل ما الفريق ابتدى يتحسن، شكله يتغير، الدنيا بقت اوضح، طريقه اللعب ثابته، اللعيبه ثابته، غير اللي كان العبث اللي كان بيحصل قبل كده. وضع بطريقه ما الدنيا بقت احسن شويه في تشيلسي. فانا متوقع ان الدنيا هتبقى احسن شويه معاهم الفتره الجايه ومن السيزون الجاي، وخلينا نشوف الوضع يعني هيبقى عامل ازاي معاهم. نروح للفلامينجو. فلامينجو كحاله زي حال الفرق البرازيليه يعني. بيلعب 4-2-3-1. كل الفرق البرازيليه بتحتاج الكام او صانع الالعاب المهاري، لان دي طبيعتهم بالظبط. معدل الاعمار بنتكلم 26 سنه، معدل الاعمار متوازن كويس. هيجري كتير، اللي هيلعبهم بيلعب امريكا اللاتينيه بيتعب في الجري. القيمه السوقيه بنتكلم في 220 مليون، ده يخليك تقلق من الفريق اللي قدامه. اخر بطولاته خد بطوله السوبر البرازيلي من بوتافوجو. أوكي. اللي هو كان حامل بطوله الدوري. فده يدل ان هو فريق كويس. أوكي. هو دلوقتي في المركز الثاني لحد ما بنصور الحلقه دي يعني. وارد ان الموضوع يتغير، يطلع اول ينزل ثالث، هيبقى في الرينج ده يعني. بنتكلم بقى ان ابرز نجومه المهاجم دي اراسكيتا، ده المهاجم الاورجواياني، واكشلي هو مش مهاجم، ده بيلعب صانع العاب. اوكي. اللعيب ده لامع بقاله مثلا موسمين، وانا مستغرب ان هو لسه مكمل في فلامينجو لغايه دلوقتي. كباتن الفريق جيرسون برازيلي في نص الملعب، ودي اراسكيتا نفسه، وهنريك المهاجم. وبالصدفه ان دول الكباتن هم فعلا ابرز اللعيبه. اظن ان هم هيعملوا بطوله برضو كويسه. هو حظوظه بالنسبه للفرق البرازيليه هو من افضل الفرق الموجوده. دي حقيقه. ماشي، خلينا نروح لاخر فرقه عندنا في المجموعه دي، اللي احنا لحد دلوقتي مش عارفين هي مين. الوضع لسه ما اتحددش بشكل نهائي. المفروض ان هو كان هيبقى ليون المكسيكي، الله يرحمه. بالظبط. بس قوانين بتاعه الفيفا بتقول لك ان ما ينفعش نفس المالك يخش بكذا فرقه. فهو كان معاه اوريدي باتشوكا وليون، فقال لك لا، فرقه واحده بس اللي تخش. فباتشوكا دخلت وليون هي اللي خرجت. لسه المفروض في ماتش بلاي اوف هيتلعب ما بين ال اي جالاكسي وما بين كلوب امريكا على مين اللي هيخش مكان ليون. كلوب امريكا داخل بصفته ان هو اكتر نادي معاه بوينتس السنه دي في امريكا الشماليه، وال اي جالاكسي عشان هو اللي كان بيلعب الفاينل قدام اوريدي ليون وخسر منه. فدول الفرقتين اللي هيتحدد منهم مين اللي هيخش مكان ليون اصلا عشان يلعب يكمل بقيه ال 32 فريق. يعني لغايه ميعاد تصويرنا النهارده كده لسه ما الماتش ما اتلعبش. بالظبط. لسه لحد النهارده الماتش ما اتلعبش. تمام.
تتوقع مين بقى هيصعد من المجموعه الرابعه دي؟ انا اتوقع تشيلسي اول، وحاسس ان هي ممكن ولا لا، قول انت الاول عشان الموضوع ما يتاخدش انا عليا بعاطفه وبتاع، فانت قولها انت الاول. يعني انا تشيلسي اول كده كده بالنسبه لي يعني. بتهيألي هيبقى تشيلسي وفلامينجو، والترجي هيلعب بطوله كويسه. يعني انا اتمنى تشيلسي كده كده يطلع يخلص اول يعني، واتمنى ان الترجي ممكن يعني متخيل ان هو يصعد على فلامينجو. انا اتمنى يعني، انا بقول لا لك نتمنى دي حاجه، واحيي بس فيك الوطنيه طبعا يعني. بس فلامينجو، لا اعتقد فلامينجو هيصعد آه. على الترجي عادي، بس منطق. انا احط الترجي يعني، أنت هتحط انا الترجي. احط الترجي، وخلينا نشوف أوكي. بعد كده ايه اللي هيحصل. نروح بقى للمجموعه الخامسه. يلا بينا. المجموعه الخامسه فيها انتر ميلان وريفر بليت ومونتيري المكسيكي واوراوا ريدز الياباني، صح بالظبط كده؟ بالظبط. طيب انا هبدا اتكلم عن انتر ميلان سريعا لان كلنا بنتفرج على انتر ميلان وعارفينه. ماشي. القيمه السوقيه لانتر ميلان بنتكلم في 664 مليون يورو. أوكي. بيحطوا من ضمن العظماء، وبما انه هيلعب فاينل تشامبيونز ليج فهو طبعا اكيد من العظماء، مش مستني ان انا اللي اقول له. معدل اعمار كبير جدا زي اتلتيكو مدريد، تحس ان الفرقه بتلعب على الدفاع، وده منطق ان انت بتحتاج الخبرات العاليه والاعمار الكبيره. أوكي. 29 سنه ونص. ابرز النجوم طبعا ماركوس تورام، وهو الفريق كله نجوم يعني، بس ماركوس تورام، يان سومر، لورتارو مارتينيز، نيكولو باريلا، دول ابرز النجوم. بيلعب خطه 3-5-2، الاثنين المهاجمين ماركوس تورام طبعا ولوتارو هو هداف الفريق طبعا. كباتن الفريق هو لوتارو ونيكولو باريلا. اوكي. وانتر لو بعد ما ياخد الشامبيونز ليج او بعد ماتش الشامبيونز ليج بمعنى صح، لو خد البطوله هيعمل بطوله عالميه في كاس العالم للانديه. هايل جدا. ماشي، خلينا نروح على الفرقه الثانيه في المجموعه وهي ريفر بليت. زي ما شرحنا اللي حصل مع بوكا جونيورز في الدوري الارجنتيني، فهم صعدوا برضو من اول 16 فرقه وراحوا يلعبوا وصعدوا دور ال 16، وبعد كده راحوا دور الثمانيه، خرجوا من دور الثمانيه ما كملوش برضو. فهم زيهم زي بوكا جونيورز، نفس الوضع تقريبا. خدت الزحلية الكره الارجنتينيه بالظبط. واخدين غطس جامد جدا لتحت. فخلينا نتكلم بس على طريقه لعبهم سريعا، لان هي مختلفه شويه عن كل اللي احنا قلناهم. هم بيلعبوا 4-3-3. هم بيعتمدوا كل لعبهم من على الوينجين، يعني هم بيعتمدوا ان الوينجين هم اللي بيخشوا جوه الملعب، وان المهاجم هو اللي بيسقط بيفتح لهم المساحه. ده تقريبا مختلفه اصلا صح. عن كل الفرق بتاعت الارجنتين والبرازيل وامريكا الجنوبيه كلها صح. فدي كانت النقطه اللي كنت عايز هايلايت عليها في ريفر بليت. عندهم 2 لعيبه خبره طبعا، هم لانزيني واكونيا. لانزيني لسه بيلعب كوره لحد دلوقتي، ودي كانت مفاجاه بالنسبه لي. واكونيا الباك الشمال طبعا. فطبعا مش متوقع ان هم يروحوا لحته بعيده يعني، بس ده اللي كان عندي في ريفر بليت. الفرقه الثالثه اللي هنتكلم عنها فريق طبعا جمهور الاهلي وجمهور مصر كله بصفه عامه اكيد شافه قبل كده، هو مونتيري يعني. بس مونتيري داخل المره دي زي ما بيقولوا كده مغير جلده يعني، مختلف شويه. اعمار اللعيبه وصلت 28 سنه ونص، وهي زادت عن مشاركاتهم اللي كانت قبل كده. اوكي. ابرز اللعيبه عندهم في سيرجيو كاناليس، الاسم ده عشاق الدوري الاسباني ومحب ريال مدريد هيبقوا عارفينه، دي حقيقه. ونيلسون ديوسا. دول الاسامي الابرز في الفريق كله. الفريق بيلعب بخطه 4-3-3، النص الملعب بمثلث مقلوب، يعني 2 8 1 6. اوكي. وده بيقول لك ان انا جاي هاجم. هداف الفريق جيرمان بيرترامي، وافتكروا الاسم ده كويس لان هو هداف كويس جدا على مستوى ليفل الانديه دي. تتكلم في قيمه سوقيه ب 73 مليون، فلو قارناه بالانديه اللي في نفس القيمه السوقيه فالمهاجم ده هيبقى كويس جدا يعني. اوكي. طبعا كابتن الفريق ودي برضو من المفاجآت الجديده في مونتيري، سيرجيو راموس. اوكي. فيعني اظن مونتيري هيبقى احسن من مونتيري قبل كده. ماشي. طيب خلينا نروح لاخر فرقه عندنا في المجامع دي وهي اوراوا ريدز. اوراوا ريدز يعني تقريبا برضو احنا عرفناه مؤخرا من الماتش بتاع الاهلي اللي لعبناه قصادهم في كاس العالم للانديه. خليني بس اقول لك نبذه سريعا كده عنهم، ان هم تاريخهم اصلا مش كبير في البطولات. هم واخدين 4 دوري في تاريخهم، اخر دوري خدوه كانت من سنه 82. فهم 82 بالظبط. فهم اصلا تاريخهم مش كبير خالص في البطولات. واخدين 3 اصلا تشامبيونز ليج بتاع اسيا، اخرها كان 22 اللي هو لما الاهلي لعبهم على المركز الثالث، والاهلي ساعتها كسب 4-2. فهم تاريخهم مش كبير في البطولات. هم بيشاركوا، بيطلعوا على فترات يظهروا فيها ويرجعوا تاني يختفوا.
هم طريقه لعبهم واضحه برضو صريحه 4-2-3-1، بس هم طريقه لعبهم كله بيبقى متمركز في نص الملعب، ودايما الكره لازم تعدي على رقم 10. هو اصلا الهداف ده الهداف صانع الالعاب. بيعدي، لازم الكره تعدي عليه. هو الهداف، هو اكتر واحد عمل اسيستات في الفرقه لحد هيطلع دلوقتي. برازيلي في الاخر. لا ياباني عادي جدا. ياه. عادي جدا، جديدة ما دي. فيهاش اي حاجه. فدي طريقه لعبهم سريعا كده يعني. هم ده نص ملعبهم هو دايما هو المين يعني. هو ده حتى كان واضح ساعه لما الاهلي كان بيلعبهم. فما اعتقدش ان هم هيروحوا لبعيد يعني. بس ده كانت النبذه السريعه يعني عن اوراوا ريدز. طب لو قلت لك مين اللي هيصعد؟ مين اللي هيصعد؟ اعتقد انتر طبعا كده كده، ما فيهاش فيها كلام. وهروح لريفر بليت. انا عايز اقول لك ان انا كنت محضر انتر وريفر بليت، بس بعد اللي انت قلته عن ريفر بليت انا حاسس ان مونتيري ممكن يبقى يعمل مفاجاه. انا بص، هي دايما انديه امريكا الجنوبيه كعبها عاليه على انديه امريكا الشماليه يعني، بغض النظر عن حاله الفرق. بس هو ده دايما الوضع يعني، ان هم دايما بيبقى كعبهم عالي. عشان كده انا اخترت ريفر بليت بصراحه. خلاص، وانا هلعب الصعبه انتر ومونتيري. ماشي خلاص. تمام كده. تمام كده. طيب، ودي كانت حلقتنا الثانيه في سلسله كاس العالم للانديه اللي غطينا فيها المجموعه الثالثه والرابعه والخامسه. واتمنى ان تكون الحلقه عجبتكم واستفدتوا بيها وعرفتوا اكبر قدر من المعلومات عن الفرق المشاركه في البطوله. لو الحلقه عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، ونشير ونوزع على اصحابنا. ما تنسوش تعملوا لنا الفولو على اليوتيوب والفيسبوك والانستجرام والتيك توك. مش بدأت الحلقه من غيري؟ بدأت عشان تتأخرت. حاسب بقى. طب ما تحاسب انت. حاسب سواء.